نعم. المربع الذهبي في كأس العالم. والله صعب المربع الذهبي، باش نعرفه لازم نعرف. لا اديني توقعات معلش سيد حفيظ. لا التوقعات حتى تكون توقعاتك بتسيب سليمة كتير على فكرة. حتى تكون اديني سليمة 6 طيب، اديني 6 وانا اختار 4. نعطيك 6 نعطيك 6 نعطيك اسبانيا، نعطيك البرتغال، نعطيك حتى المانيا، نعطيك الارجنتين، نعطيك الولايات المتحدة الامريكية صدقيني، ونعطيك المكسيك لما لا. تقريبا هذو هم الستة اللي ممكن يروحوا للدور ربع النهائي يعني. وفرنسا لا؟ فرنسا سوري فرنسا طبعا هم اللي بلغوا النهائي مرتين متتاليتين وفازوا ب 2018. فرنسا مرشحة طبعا. وماذا عن المغرب؟ صعب، مأموريته صعبة المرة لأنه التكرار ما فعله في 2022 سيكون صعب بسبب بسيط، هو أنه احنا المغرب والجزائر ومصر وتونس والبلدان العربية. المغرب هتبقى رابع العالم؟ لا خالص، بعيد خالص. الموضوع ده مش هتكرر تاني مع اي فرقة عربية، صعب. A few moments later. انت قلت الانجاز التاريخي اللي حققه المنتخب المغربي في كاس العالم 2022 من الصعب ان يتكرر سواء مع المغرب او مع منتخب عربي اخر لانه جه في ظروف استثنائيه. ما قلتش الكلام ده خالص. استحاله، وانا بتنبأ المغرب هتبقى رابع العالم؟ لا خالص. نفس العمله بزوج بيهم. هذا حفظ الدراجي نهار بداو معاه باش تعرفوا الحسد والغل اللي فيه. المغرب فين راه حافظ الدراجه مع الكبار شتا. شفت هذه في الربع النهائي ديال كاس العالم ديال 2022، الربع النهائي ديال كاس العالم 2026، وان شاء الله النصف النهائي اللي وصلوا لها 2022 هذا العام ان شاء الله النهائي وديال حافظ الدراجي. انت وهذاك ضايع سيد ولا اعضاء السيد لا ما عرفت سميتو لهذاك الحسد الغلغل اللي قال لهم هذا، قال لهم مصر انا باغي المغرب تقصى باش مصر يعني باش دير انجاز باش زعما يقلعوا هذاك الانجاز داتو المغرب، ما يبقاش هو المغرب اللي سباق كاس العالم. والحمد لله ربي حشمكم، والمغرب راه هو الاول في افريقيا وفي العرب، وهو اللي شاد القافله، ومازال ان شاء الله باذن الله غادي نربحوا غدوه وبجهد الله رابحين غدوه. ناسو هانيين رابحين. فرنسا هذه اللي مخوفاكم، وفرنسا هذه اللي خالعاكم، واللي راكم كاملين مهيبين. رابحين فرنسا ورابحين اسبانيا ولعبوا مع الارجنتين النهائي، وهذا هو الحقيقه وهذا الواقع. بصح نتوما المشكل ديالكم فين يا سي حفيظ الدراجي؟ ما عندكش وجه كيفاش غدير له مع الجمهور، لانه انت درك كيفاش درت جيت قال المغرب ما يوصلش منا، المغرب ضعيف، ما احنا العرب احنا منا. المغرب عنده بروجي يا حافظ الدراجي، المغرب داير بروجي على المدى البعيد، ماشي كيما حنا اللي ما كان لا بروجي لا والو. انت دخلت عصابه تشد كره القدم في الجزائر، دخلت وليد صادي وعصابتك وعصابه ديالك راهم ينهبوا في المال، كلاو الفلوس، زادوا ضربوا داروا الكونترا بيتكوفيش راه ياكل فيها ويتبردع. يعني صحاب لك كاع كيف المغرب عنده بروجي خدام على البروجي ديال المدى المتوسط، هو خصو يدي لقب وكاس العالم، ومدى البعيد عنده شباب اللي جايين باش دي كاس العالم 2030 يوصل لا فينال، كاس افريقيا 2028 اللي غادي تكون في المغرب خصو عاود يديها، لانه هذه ديال 25 راه داها ان شاء الله باذن الله. مور لا فينال ديال كاس العالم غادي يخرج قرار ديال التصويت يعطيوه الكاس. يعني كل شيء هذا الشيء وماشي بروجي، بصح انت بالحس ديالك والغل ديالك كنت باغي المغرب يخرج باش زعما نكسر شويه هذاك الاخر ما نخليهمش. ولكن المنتخب المغربي هو اللي مشرف القاره الافريقيه والعربيه، وانت تشوف فيها انت تشوف فيها اللي ظلمتوه في كاس افريقيا واللي تهمتوه باكفس التهم. والبارح جيت دورت وجهك، دورت السي الاخر وتهمت الارجنتين وزعما والفيفا. يا قلت يا سيدي، قلتها بفمك انت يا سي حافظ الدراجي بانه الفيفا نازيها، بانه كاس افريقيا ماشي نازيها. واليوم تكذب على الغاشي وتكذب على الجمهور اللي يتبعك. انا نقول لكم روحوا سينياليو هذيك القناه، راه بنادم بحال هاد الناس هادو راهم خرجوا على الشباب، لانه عنده الوجه باش يقول لك الكلام وموراه يكذب عليك كلام اخر. في الاولى قال لك اودي الفيفا وكاس العالم غادي يكون نزيه باش ضد في المغرب، ابري من الارجنتين صرا لها مع الحبايب ديالو المصريين ما الارجنتين والله ما داو شي حاجه. والله الحكم الا كان كوريت في المقابله ديال الارجنتين ومصر، والله الا كان كوريت والله ما دالهم شي حاجه، وهذه نحلف عليها بالله.
تعرف علاش داروا هذيك الشوشاره؟ باش حسام حسن يبان بطل ويهرب، باش يبان روحو بلا ظلموه، لانه ما عندوش تكتيكيا، فاقد الشيء لا يعطيه. تخيل انت 10 دقائق باقي لك باش تنتهي المقابله وما قدرت تربح، وانت رابح بدو زيرو. هنا اسمح لي الشريف مين شاف روحو هذا الشيء كامل صرالو هاد التخرويضه، ايا واش ندير، ايا نطيح الحكام، ايا نديرو البلطاجه، ايا نمشيو من هنا ندفعو صوار، ايا نمشي على الجمهور ندير لهم حركات استفزازيه، ايا ويا ويا ويا، وكل شيء هادشي باش يسلك ويهرب من المحاسبه. ولكن كاين مصريين عقلاء ناضوا داروا في يديد قالوا له ستوب، قالوا له ما خسركش الحكام. وكاين حكام مصريين خرجوا في قنوات قال لك الحكام كان كوريكت. كيفاش انت تفهم حسن بهذوك؟ انت درت غلطه بغيت تشد فيها في التحكيم، لانه انت معروف من بكري في لعبك بلطاجي، في كورتك بلطاجي من بكري، فيك الحس فيك الغيره. وحافظ الدراجي تابعك في هذاك المسار ديالك، لانه في الديبار ديال السي حافظ الدراجي قال لهم اودي لا كوب دافريك ماشي نازيها، كاس العالم نازيها. من مشينا لكاس العالم ولا قال لك لا كاس العالم ماشي نازيها؟ لا نازيها سي حافظ الدراجي، هو احسن كاس العالم في التاريخ. علاقاش نتايا المشكل ديالك باش تهضر لنا على المشاكل اللي عندنا في الرياضه في الجزائر، نوض مقابل السوشيال ميديا وباغي دير البوز وباغي دير الترند، انت راه ما عندك حتى كلام صحيح، خارج على روحك، ما كاين والو، ما عندك حتى شي حاجه حقيقه. هذاك ضياء السيد الحسد والغل اللي كان الداخل ديالو، جات هذيك المراه قالت له كيفاش انت المغاربه متقلقين منك؟ قال لا نفاق منافق. قال انا ما قلتش هكا، منافق بنادم منافق. مازال غادي تنوضوا تطبلوا المغرب كاملين المصريين وهذا كل بعض. انا شوف باش نتفاهم، تاع ما يبغي الفتنه اشد من القتل. ولكن هذوك الاعلاميين وكاين بعض الاعلاميين، بعض ماشي نقولكش بعض الصحفيين، وهذاك لي باج ديالهم مع احتراماتي لهم فاتوا الحدود ديالهم. نورمالمون اي مصري يطلع يطعن في هذوك لي باج، اي مؤثر مصري ينوض يطلع هذوك لي باج اللي يسبوا المغاربه ونعتوهم بنات ما كاين، هذاك يطلع يسبوه، لانه وصل لواحد النيفو كان هذاك كيما نقولوا الجهل الوعي ما كانش. نقولوا انا متبري منك، انت ما تمثلنيش انا كمصري. الا بغيت الفتنه تهدن، نتوما اللي بديتوا المشاكل في المغرب وبغيتوا ديروا روحكم البكائيات وديروا روحكم، نتوما اللي بديتوها في كاس افريقيا ديال المغرب. ما نورمالمون طلعوا كمؤثرين وتهدنوا الوضع، تقول له حنا ديمارينا المشاكل في المغرب، المغاربه جاو شجعوكم بادرار، عطاوك احسن لوطيل في اكادير، المغاربه وقفوا معاك. كيفاش؟ نورمالمون هنا نديرو ستوب. مدربك مشى لطنجه واستفز المغاربه، قال لهم الناموس ما الناموس وما عطينو احسن فندق. يعني خاصك تردوا، ما تمشيوش مع واحد بلطاجي. لو كان عندكم مدرب كوريكت والله القسم ما يصرى شي حاجه، والله ما تكون الفتنه. ولكن عندكم مدرب بلطاجي ويبغي البوز ويبغي الترند وخدام بهذه العقليه هذه. هذا هو الحقيقه اللي كاين، اللي تضر شي ناس اللي ما يبغوش يقولوا هذا الشعب ديالهم. انا مو الشعب مسكين راه كالي، الشعب كاع رانا كيف الشعب كاع رانا مدقدقين كيف مي هذوك اللي راهم دايرين البوز وباغيين يضربوا في المغرب، ولا هذاك المصري خالد ولا التونسي خالد اللي في تونس، هذاك خدام مع عارف مع خدام مع المخابرات، ولا هذيك الجماعه اللي راها في مصر، هذيك خاصها ستوب خاصها شكايات بها ستوب، لانه وصلت لواحد الحد فين دارت فتنه كبيره ما بين الشعوب. علاش ما تمشيوش عند السعوديين احتفلوا مع الارجنتين، علاش ما تمشيوش عند الليبيين احتفلوا مع السودانيين خوتنا تاهم احتفلوا عادي، علاش غير المغرب عادي؟ العالم العربي كامل تقريبا احتفل مع الارجنتين من فازت على مصر. ما شفتوهمش هذو؟ ياك السعوديين كاع لابسين الارجنتيني، شفتوهمش؟ الاماراتيين كلش العالم عادي. ايه المشكل انت كانوا يسالوا لك الدين، احتفلت نهار لافينا احتفلوا عليك صافي، ما تبكيليش. بصح ما تخرجش غدوه وتجي تقول لهم اودي غادي نشجع المغرب ولا نسنى المغرب خويا نشجع اللي بغيت. المنتخب المغربي عنده جمهور ديالو راه يشجعوا، وكاين الناس نلقاو بعقلهم راهم يشجعوا المنتخب المغربي. العرب كاملين فيهم الناس وفيهم المليح وفيهم، بصح نتوما عيقتوا لي باج عيقتوا. المهم هذوك لي باج بحال هذاك ماجيكانو وهذاك ربعتو راه عيقوا، هذاك راه خاصو لو كان جا في دوله الحق والقانون هذاك راه خاص هذا قضيه يمشي للحبس مباشره بعينيه محلولين، لانه اتهم دوله. كون جا هذاك هنا في اوروبا
والله لا ندور عليه كاع فرنسا ندورها عليه نبقى ندور عليه هنا كامل تنقبضوا. المهم هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو اخر ان شاء الله.